زوجة الرئيس السوري حافظ الأسد وكاتمة أسراره أنيسة مخلوف. ولدت أنيسة أحمد مخلوف عام 1930 لعائلة تنحدر من بلدة بستان الباشا التابعة لمدينة جبلة في ريف اللاذقية. كان لأنيسة شقيق وحيد وهو محمد مخلوف، وشقيقة تدعى فاطمة. عام 1958 كان الملازم حافظ الأسد مصمماً على الزواج من أنيسة، واختارها دون غيرها وهو في أوائل العشرينيات من عمره، حيث وقع حافظ في حبها بعد عودته من دورته التدريبية في مصر، وكانت هي مدرسة ذات سلوك رزين محتشم، وشابة رشيقة ذات شعر بني تقاربه في العمر. وتلقى ثقافة محترمة في دير راهبات القلب الأقدس الفرنسي في بانياس على الساحل السوري. إلا أن عقبات كثيرة كانت تقف في طريق الزواج، حيث عارض أبيها بسبب انتماء المخلوف للحزب السوري القومي الاجتماعي، بينما ينتمي الأسد إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. ورغم العقبات تزوجت أنيسة من حافظ الأسد عام 1958 وهي في 28 من عمرها. عاشا في دمشق وأقاما على أطراف منطقة المزة، وقد قدر لها أن تكون زوجة وأما مخلصة وأوثق كاتمة لأسرار الأسد. صعدت عائلة الأسد والتي تنتمي إلى الطائفة العلوية بقوة في السلك العسكري، وبلغ نفوذها ذروته عام 1966 عندما قام صلاح جديد وحافظ الأسد بانقلاب تمكنا بموجبه من استلام السلطة بعد أن كانا يحكمان من وراء الكواليس. وفي 1970 انقلب البعث على صلاح جديد، وعرفت أيضا باسم الحركة التصحيحية، وصل بعدها الضابط حافظ الأسد إلى سدة الحكم. أنجبت أنيسة 5 أبناء، وهم بشار، ماهر، بشرى، باسل ومجد. استطاعت عائلة مخلوف أن تحظى بنفوذ واسع، وساندت حافظ الأسد في صراعه مع شقيقه رفعت الأسد. بعد وفاة حافظ الأسد جمعت أنيسة أفراد العائلة، وانضم آصف شوكت زوج ابنتها بشرى لأول مرة لاجتماع خاص بالعائلة، وطلبت منه أنيسة أن يدعم بشار وأن يكونا يدا واحدة. ثم استدعت إلى الاجتماع وزير الدفاع مصطفى طلاس، ومدير الأمن الداخلي بهجت سليمان، وغازي كنعان ضابط المخابرات الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد بشار، وعبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية. كما طلبت استنفار الوحدات العسكرية وتسيير دوريات للأمن في شوارع دمشق، ثم عممت نبأ رحيل الرئيس الأسد، وفورا عمل هذا الفريق على نقل السلطة إلى بشار. تمكن أبناء مخلوف بعد استلام بشار السلطة من تولي عدة مناصب سيادية، ودخلوا في عدة قطاعات، حيث نشط محمد مخلوف في قطاع النفط، وصار حافظ مخلوف عميدا في عدة قطاعات في الأمن السوري. أما رامي مخلوف ومحمد مخلوف يملكان استثمارات في مجالات الاتصالات والعقارات والمقاولات والطيران والسياحة والتجارة الحرة. كانت السيدة أنيسة تفضل العيش بعيدا عن أضواء الإعلام، حيث يصعب العثور على صور لها على شبكة الإنترنت، رغم أنها زوجة رئيس وأم آخر. بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 أضاف الاتحاد الأوروبي أنيسة مخلوف إلى لائحة الشخصيات السورية التي فرض عليها عقوبات، ومن بينهم أيضا زوجة الرئيس السوري وشقيقته. انتقلت أنيسة عام 2013 إلى الإمارات لتنضم إلى ابنتها بشرى التي كانت قد استقرت في دبي قبلها بأشهر. وفي يوم السبت 6 فبراير 2016 أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أنيسة مخلوف توفيت في العاصمة السورية دمشق.